يأتي هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد العراقي، حيث يدرس عدة نقاط من أبرزها قيادة المنتخب بعد تراجع نتائجه ومستواه في الآونة الأخيرة، ما دفعه إلى الاعتماد على مدرب أجنبي أملا في تحقيق الانطلاقة المرجو. ولتاريخ أكثر على هذا القرار ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من بغداد مراسلنا علي رياح. علي، لو وضعتنا في صورة الأجواء، ربما كانت هناك اجتماعات متواصلة في المدة الأخيرة، ربما هناك عتاب من كوادر، من نجوم، نسبة كبيرة من الجماهير على تسيير الاتحاد لشؤون كرة القدم. هل جاءت ردة الفعل بهذه الطريقة، إقالة رادي شنيشل تحديدا في هذه الفترة، مع التذكير بالنتائج السلبية التي ربما رأيناها من خلال نتائج المنتخب العراقي في رحلة التصفيات؟ لو تضعنا في صورة الأجواء الخاصة بهذا الاجتماع. مساء الخير ماجد. في الحقيقة قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم كان متوقع وفقا لمجريات اليوم الطويل الذي كان حافل بالاجتماعات بين اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، ثم اجتماع الطرفين بالمدرب رادي شنيشل، ثم لاحقا اجتماع الاتحاد لكي يكون هذا الاجتماع انتهى قبل ساعة من الآن، لكي يكون الاتحاد هو صاحب القرار بالإقالة بعد أن أصر المدرب على عدم تقديم استقالته، وذلك في ضمان لحقوقه المالية بموجب العقد المبرم مع الاتحاد. أمد هذا العقد هو 3 سنوات، انتهت الآن سنة واحدة منها. ردود الأفعال على هذا القرار